باسم الآب والابن والروح القدس الأحد أمين. هنتكلم عن نظرة تاريخية عن حياة أرميا النبي بس في 10 دقايق كده أو 5 دقايق. احنا قلنا أرميا أكتر نبي اهتم إنه يؤرخ لحياته وحياته الشخصية. من خلال السفر بتاعه بنشوف الكلام ده، زي أشعية مثلا. زي أشعية السفر بتاع أرميا إصحاحاته كتيرة، سفر كبير، فاحنا هنقف كده بس معاه شوية نتكلم عن شوية تواريخ مهمة في حياة أرميا مرتبطة بالسفر. طيب نقدر نقول نحط عنوان كبير نسميه سنوات وأحداث في حياة أرميا النبي، أو سنوات وأحداث مهمة في حياة أرميا النبي. أول سنة 627 قبل الميلاد. 627 قبل الميلاد دي سنة بداية رسالته وخدمته. طب عرفناها ازاي بقى؟ من العدد الأول في الإصحاح الأول من سفر أرميا. احنا قلناها من شوية مع بعض، صح؟ اللي هي كانت السنة 13 لحكم مين؟ لحكم يوشيا. دعوة ربنا لأرميا النبي إنه يبدأ خدمته. ده كان أول كلام أو تكليف من ربنا لأرميا، والكلام ده استمر لحد سنة 586 قبل الميلاد. طبعا حكم يوشيا كان سنة 640 قبل الميلاد، كانت بداية حكمه، بس أرميا بيخدم من قبل كده. طيب سنة 622 قبل الميلاد، السنة اللي تم فيها اكتشاف العثور على سفر شريعة ربنا، لأن برضو السنة دي بتعتبر سنة تحول في المملكة الجنوبية. صحيح يوشيا هو اللي بدأ الإصلاحات وهو اللي بدأ بالترميم والنهضة الروحية الحقيقية لحد ما لقى سفر الشريعة، ودي كانت السنة 18 لحكم يوشيا. يعني بعد ما يوشيا مسك الحكم ب 18 سنة تم العثور أو اكتشاف سفر الشريعة. طبعا الكلام ده بالتفصيل موجود في سفر أخبار الأيام الثاني. سنة 609 قبل الميلاد، السنة دي حصل فيها مواجهة بين جيش مصر بقيادة فرعون نخو، فرعون اسمه نخو، وبين يوشيا. وطبعا النهاية كانت مؤسفة، ان يوشيا الملك مات بعد اما استمر 31 سنة. وقلنا ان يوشيا اخر ملوك المملكة الجنوبية او ملوك يهوذا الصالحين، واللي جه بعده كل الاربع ملوك اللي جم بعده، يهوياقيم، يهوياكين، لحد صدقية، كلهم لم يعملوا المستقيم في عيني الرب. وطبعا منهم يهو أحاز ده قعد 3 شهور. يبقى احنا كده خدنا سنة 627 622 609. سنة 605 قبل الميلاد هزيمة جيش مصر في موقعة مهمة قوي اسمها كركميش. دي موقعة مشهورة على فكرة. وطبعا انتهاء السيطرة، لأن مصر في الوقت ده كانت مسيطرة على اليهودية. طبعا رجعت مصر تاني لمكانتها أو لحدودها، وفي الوقت ده اللي سيطر وأصبحت القوة العظمى هي بابل. سنة 604 قبل الميلاد خضوع أرام ويهوذا، يعني سوريا والجنوب، لنبوخذ نصر. يعني ايه؟ نبوخذ نصر بدأ ايده تطول الكل. سنة 598 قبل الميلاد الجنوب او تحالف يهوذا مع مصر. مين كان في الوقت ده؟ الوقت ده كان الملك يهوياقيم، ده جه بعد يوشيا.
يهوياقيم ده حكم 11 سنة، وراح بقى ايه اللي خلاه يروح يتحالف مع مصر؟ تمرد على الجزية اللي فرضها نبوخذ نصر ملك بابل، وقال مش هدفع ومش عارف ايه. وطبعا يعني يا ريته ما عمل كده لانه اتبهدل. لما تسمعوا بقى حكاوي الملوك، كل واحد بحكايه وحدوته. طبعا يعني انا بس عشان ابقى قفلت النقطه دي، هو لما اتمرد على بابل دخل في حرب واتهزم. لا تفتكروا تمرده يعني نفعه؟ ما نفعوش للاسف. سنة 597 قبل الميلاد موت يهوياقيم، وتم سبي يهوياكين، والراجل ده برضه خد 3 شهور. سنة 588 قبل الميلاد جه بقى صداقية تحالف مع مصر، وطبعا جت جيوش بابل وأشور في الوقت ده قدرت تسبي المملكة الشمالية، وبابل قدرت تسبي المملكة الجنوبية بعد حصار 18 شهر. سنة 586 قبل الميلاد إتمام واكتمال سبي يهوذا، اللي هو السبي الايه؟ البابلي. كل التواريخ والسنوات والأحداث دي مرتبطة وموجودة بأرميا النبي، وهو خلال السفر اتكلم عنها كتير. صداقية بقى ده آخر ملوك المملكة الجنوبية، كان بيعمل حركة عجيبة جدا. كان بيحب جدا أرميا النبي ويحب يسمع له قوي، فيجيبه ويقعده ويسمع منه وما يعملش اللي بيقوله. عادي، قول وايه ونعمل ايه، وما يعملش حاجه. يا حال ناس كتير قوي يا جماعه، الناس اللي بتسمع وما بتعملش. عشان كده يا جماعه احنا اي نبوه بنسمعها، احنا قلنا التواريخ دي وفي 5 دقايق كده، لانه ما ينفعش نسمع نبوه ونعزلها عن التاريخ ولا الاحداث. مفيش نبي بيتكلم الا للضروره، لاشخاص محددين في وقت محدد في عصر محدد لملك معين في الوقت ده. عشان كده معظم الانبياء اللي كتبوا يقولوا لنا كده في بدايه نبواتهم، من اول العدد، من اول سطر كده في الكتاب بتاعهم، يقول وكانت كلمه الرب التي صارت الى في سنه ايام كده، على طول بيأرخوا. لما تقرأ بقى الأحداث دي كلها خلال السفر 40 سنة، تعرف بقى أن أرميا ليه وثق الأحداث دي. وعلى فكرة اللي بيكتب تواريخ بيريح القارئ قوي. ده باختصار فكرة كده عن إيه، عن أرميا النبي والتواريخ المرتبطة بالسفر بتاعه.